السلام عليكم. سلام. لبس عليك. الله يبارك. شو الامور؟ الحمد لله. لو تعرفنا باسمك. مهدي. مهدي. مهدي منين انت؟ من الجزائر. من الجزائر. الربايع انتم صح؟ الربايع. هذوما الربايعة كما حكيت لكم القبائل الأصلية اللي تعيش في الصحراء. أنت تعيش في الصحراء صح؟ نعيش في الصحراء. أنت تعيش في الصحراء. أنت قديش عمرك؟ 15. 15 عام. ما شاء الله. قديش لك من سنة هني؟ قديش لك من عام يعني أنت هني؟ لي عمي. لك عامين هني. أنت وقبل ما تكون هني وين كنت؟ نقر. أنت شنو مهمتك بالضبط؟ مهمة الجمال والغنم واللغو نحطب. اللغو اللي هيش معناها اللغو؟ معناها جديان. جديان الصغار. وهو لاهي لاهي بالماكله يعني انت الطيب. معناها اخوتك كي يمشوا نقولوا احنا يرعوا بالغنم، انت تبقى هني الطيب لهم وتجيب الحطب وتجيب الدنيا ذي. وناوي باش تكمل في المجال هذا ولا؟ كمل عشق جو الصحراء وجو الباديه. عشقي. تحب تواصل في حياتك البدويه هذه ولا ترجع على المدن؟ بصدق. لا نحب نوصل. تحب توصل. تحب الحياه البدويه. كيف تحس بروحك كي تبدا في الصحراء؟ نحس بروحي فارح. والله ما شاء الله عليك والله. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الله يبارك لك. شنو حالك؟ الحمد لله. اني جاتك تعرف قد رحله قداش؟ رحله 320 كيلومتر باش نوصلكم هني. نحب نصور لانكم انتم اخر القبائل البدويه اللي قاعده تعيش في الصحراء. هذه بعد حتى شيء بزان 5 غنيمات كبدوا بيروح حتى هذينا. والله لو تحكي لنا. الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. الحمد لله. لو تحكي لنا انتم منين جيتونا بالضبط؟ يعني منين جيتوا اصلا؟ كبدي جابتني بفارة تونس. قلت روح فارة تونس انا نمشي ونجوا ورحلك عارف مال الباديه مره غرب ومره شرق. ايوه. في عقب الربيع يغربوا يحضروا غادي يصيفوا غادي قرب الجزائر. وفي الخريف يرحلوا. توها ومتنهت قاعد انا لي 8 سنين شاد القرعه زربت مقابل القرعه. ايوه يعني انتم الاصل نتاعكم من الجزائر. لا دهنا الاصل الجزائري. انتم الاصل الجزائري تحديدا. منين المنطقه بالضبط؟ تحديدا منطقه ماني قلت لك من اليمن. لا المنطقه اللي تعيشوا فيها في الجزائر وين؟ دوار الماء في واد سوف صح؟ لا احنا في العقله ولايه سوف 25 كيلو من الصباح. لكن تو هنا بدلنا المنطقه بتاعتنا تو في دوار الماء. بدلنا ما داروا هالدشره جديده هذه تبدلت الناس كل عن جال الباديه هنا قرب جاء. قال يا بابا الطراب الاول هنا قاع الشياب الاولين في العقله قبل السوق الواد كان وصلت 25 كيلو متر. ايوه انتم تعيشوا معنا في الصحراء صح؟ الصحراء على طول في الصحراء. انا مالي غنم بادي هاك تشبح فينا العيشه جت في هيك. والله والحمد لله. يعطيهن ربي الحمد لله دائما. نستحمدوا ربي على دائما تلقاه عند اهل الباديه والله. نستحمدوا ربي رانا متهنيين نرقدوا متهنيين مطمئنين على الناس اللي ساير فيه. نستحمدوا ربي رانا نستحمدوا تونس والجزائر الحمد لله. وخيان من اكثر تقول العرب برا الجزائر وتونس خيان نرقدوا مطمئنين. نقولوا خاوه بلهجه الجزائريه. خاوه رانا بنرقدوا مطمئنين والحمد لله على النعمه اللي يعطيها لنا ربي. الحمد لله والله الحمد لله. الباديه راحت كبدش قاعد منها كلها روحت والله يا كانت من عليه تصبت حتى للشوش تاعت الحدود الثالثه وهي العرب تلقى البيوت مطامه راحت كل نهت. والله يضيعك الشرطه ومن قرعت عليه تخاف ما عادش بالله ومن هنا هكا والله ما تشبح العبد يكونش في قار التنبيين دايرين هذا مخيمات. والله منا تلقى العسن تاعت جبيل وبغى ما تشبح حد شيء. حاليا انتم اخر القبائل البدويه اللي قاعدين بالضبط هو هذه. انتم اخرهم. احنا اخرهم وعدتنا يا ندز في العجله مغربه ما لقيت كبدي ما عادش قادر الغالب. يعني قال لي الوالي والبعد ربي اهله بالثلاث اشهر ب4 اشهر ما يشبعهمش وهو مطيش هني. يسر يا ابن عمي يسر. والله يعطيكم الصحه ان شاء الله. تو انتم يعني من الاصول الجزائريه صح؟ ملوي. وتخدموا حاليا في معناها جو هني تسكنوا في الصحراء التونسيه. عندكم بطاقة تعريف وورق تونسية ولا أنتم جزائريين في ضيافة تونس؟ لا في ضيافة تونس. أنتم في ضيافة تونس؟ أوراق نظريات. في ضيافة تونس. لا نستحمدوا ربي نحكوا على رئيس تونس. خيان عرفنا مسجلين حتى أنا مرضى الله حاجة الحمد لله نداو يجينا حزنا لما نداو والحمد لله. تداو في تونس. شوف هذه قمة الأخوة متاع الشعب التونسي والشعب الجزائري. هذا ملخص الحديث. يعني كي تستحق أي حاجة في تونس موجود الحمد لله. ما مشيت.
هذه دلاله على الاخوه بين الشعب التونسي والشعب الجزائري. لا نستحمد ربي. تو باش نسالك تاريخيا، يعني تاريخ، يعني قداش لكم تعيشوا هني، وهل جدودكم عاشوا هني يعني في صحراء دوز، هذه الصحراء الكبرى؟ في تونس عاشوا يعني جدودنا كل في تونس، بكي كانت مخلطه راح يصير تو قسمت من عام لنا طراو الرواسا راحت فرنسا بكي شعب واحد، كان شعب واحد وبعدها قعدوا الشعب تو مخلط كيف العد، كيف مخلط يعني. الحمد لله كانت هي الناس كانت تعيش مع بعض هاي تعيش مع بعض الناس الكل، بس فرقتها الحدود، والتو الحدود، لكن الحدود مفتوحه. الاخوه فوق الحدود، هذا هو الاخوه دائما بين الشعب التونسي والجزائري فوق الحدود. هكا تشوفوا انتم يعني الاخ من الجزائر ويعيشوا في الصحراء التونسيه، معناهم اخر ما بين تونس والجزائر، قال لك نجي لتونس كاني مواطن تونسي يعني. لا الحمد لله نجي للمركز نسجل وناكل ونشرب اللحم خيي. الحمد لله هذاك اهم حاجه. رحمته يا رب. الحمد لله يا رب. والله اولادكم يقروا، يعني اولادكم يقروا ولا قصري مدرستنا الدنيا الحمد لله منظمه الدنيا ويقروا في تونس ولا في الجزائر؟ لا في الجزائر الحق يا كبدي. يقروا في الجزائر؟ لا في الجزائر. يقروا في الجزائر. انتم مستقرين هني على طول ولا في الصيف تروحوا بالضبط؟ لا يعني لا 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 حتى في الصيف نصيف هني. كان الغنم تروح، كان العيله راهي العيله تو عندي بنيات يغرن، بنيات ولدي يغرن في الجزائر. يقروا في الجزائر. أيوة. واضح هاي. يعني انت على طول مستقر لا هني على طول. انت على طول حتى نمشي بسجدي نغيب 15 يوم ونرجع. الغنم هني. معناها انت مستقر في تونس اكثر من الجزائر. يا ودي رزقي ما مرقش من تونس الساعه اللي ما قلتلكش من عهد بورقيبه ما خرجش من حتى الداخل التو ساعة الغنم ما خرجتش تالي البل هي تمشي وتجي. هاك عارف البل اما الغنم ما خرجتش من ارض تونس الساعة الليل من عهد رئيس بورقيبه الاول. يا حليت عيني لقيت روحي في تونس الساعة الليل يا كبدي. من عمري ساعة تو واحدة قريب نرفع على 60 هاني فرض تونس. والحمد لله تو ما قيضنيش حد. مع امورك واضحة في تونس الحمد لله. عندي كلمة حتى مع الدولة نستحمد ربي، يا قالوا فلان تحبس الناس الكل، تو ما درت حتى نقطة في عمري. الحمد لله. والله كل واحد يجب فعله في الدنيا هذه. والله يرحم عليه تونس. والله مرحبا بك. والله مرحبتين بكم ونورتونا. انت مركم اخوتنا. شوف هذا مسلك الحمد لله والرحمة على الرواسة. هو احنا جدودنا، يعني جدودنا عاشوا في الصحراء، احنا معنا اصل البيت، يعني عشنا مع بعض، جدودنا عاشوا مع بعض. يمكن احنا تو تمدنا معنا بدينا نعيش بدينا، لكن تمدن راحوا. ولدي عايش غادي راح وامه واخته واخواته وعيلة اخوه كلهم في الدوار. ضلنا فرع بكري تفليقه. هذا تو فيها شداته ولا قريب شو اللي عندي. والحمد لله الخير في الجزائر الحمد لله يا الحمد لله. واحلى ناس الجزائر، واحلى ناس الجزائر، واحلى ناس ونسوف، واحلى ناس دوار الماء. ايوه بدك الدوي 27 عام عمل بل 27 عام. 27 عام صغرت صارت في البل. وبعدها دت العويله نشبع في البيله متفرقت وقسبنا احنا 6 من اخوه. هذا خذ 15 بعير ولاتني بها ما كانش نقول لخيي. قال لي يا حياة عمي الهادي المقال يشد الغنم. رجعت للغنم لي 12 عام تو ما اخترتلهاش عقب. الحمد لله يا رب ولك الحمد. وعرضي نظيف في تونس في الجزائر الحمد لله. كلمة قلت في الجزائر كلمة اقول فلان أنا تعدى والله ما يقول لك واحد تونس الثاني كذلك كيف حاكم تونس كالجزائر نستحمد ربي في البلاد. قدرت حتى نقطة في عمر الحمد لله. تو أنا شفتك تقول في كلمات، الكلمات هذاك توجه فيها للغنم. أعطينا مثال تحب نسمعوها. الغنم في العيط عليها ترجع لي. ما يكون انت ايش تقولها بالضبط؟ العيط عليها يسمع الصوت يدخل. كيفاش تقولها بالضبط؟ اعطينا كيفاش ياه عليها ونعيط. لا بالصوت الاصلي نحبها بالصوت الاصلي. اي هذاك. تو انت هذاكم الشيء احكي معهم تو. هذيكم الشيء كان نعيط عنها تسمع صوتي ترجع. كيفاش تعيط عليه؟ نعيط عنها هذه صوتها كي تقول لهم كاش تحب توصل يخر ساعة يرجع اسمعك. انت عرفت كاك عقبت وراه مولاه يرجع لك. يا كان انت ما سمعكش ما يفرزكش من الشبيت. يعني كمل هو يمشي يمشي طول يغدي يضيع. ايوه وكي تتعيط عليه عيط لا يركح لك يخر حتى ظل مطربق ولا حاجه يرجع. ايوه اسمع سيدي هذه هذا مول الغنم هذا اللي ربونا. باش نسألك
تو بحكم الدنيا صار فيها تطور، آه. ولا تشوف هواتف وتلافز وكل شيء، اثرت فيكم الحاجه هذه ولا لا؟ يا ودي اثرت ولا لا؟ اللي هو جا حشاك البعيده جرب يعجب الكل بالله. والله التليفونات 60,000 نهار 30,000 الصف ولا ترنات الدنيا كل كشفتها. اللهم صل على النبي. احنا بكي ما نعرفوهاش يا كابتن. لا انت لا 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 تليفون عندي بس. ترى نشوف تليفونك تو هيك. تليفون تليفون يا سيدي الزمن الجميل. والله تعرف احسن تليفون، والله احسن تليفون. يا ريت الدنيا ترجع وترجع للتليفونات هذه. كان هز ورد والو وانت شايف. صلي على محمد ساعه مره بديك. اللهم صل على النبي. نزوق بالله بالله. انت تحب كان تليفون الو كل مساتوره. يقول لك يا ربي تو نصلي ونطلب رب نقول الله يسترنا في الدنيا والاخره. الدنيا والاخره والله. ان شاء الله مستورين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. والحمد لله يا رب ولك الحمد. تعرف عندنا الشاعر شو يقول؟ قال لك ريت الشريبيع الزاهي ممطور في مارس وعش بها زاهي. يقول بقى الحاج المبروك الله يرحمه. والله يعرف الله يبارك والله. ها باش تعرف التقارب. بالله بالله. والله بايع هذا قريبي معناه توفى الله يرحمه، وهذا من الجزائر باش تعرف قمة الأخوة بين. هي عماية هني مسكين شهرين هو عماية جات الكهرباء هزتها الطريق هذا وين يوصل له. يقول ريت الشريبيع الزاهي وممطور في مارس. ويستاهي يبدا يجيب لك في الحلم. اوه شاعر كبير هو. سمح يا سيدي حاجة مبروك ما تلقاش زي ملك. القبيلة نتاعكم شو اسمها القبيلة نتاعكم؟ معتيق. انتم المعتيق؟ احنا من معتيق. المعتيق تحديدا منين؟ معتيق. احنا لقبنا معتيق. لقبكم المعتيق. المعتيق تكون وين المنطقة هذه؟ في واتسوف؟ في سوف البرمة معكتها من البرمة حتى حتى للدوار حتى البرمة. عرش كبير يس. عرش كبير ياسر. كبير. المعتيق. المعتيق. المعتيق يا سيدي. العلاقي علي الشيبي علي العلاقي نجد اقول لاصحابك انا اقول لك المحاجبه وهم في عمي هذاك عمي يعني. هذاك يا بابا اصحاب المعتيق. اصحاب المعتيق. كان قاعد شاد غليته نجد اقول انا اصحابك اقول لك المحاجبه ولاد العيد لانك تجيهم في فايض بكري. الدنيا بكري. الله ما شاء الله. الله هذه فرصه سعيده اني تلاقيت مع اخر القبائل البدويه اللي تعيش في الصحراء التونسيه. الحمد لله يا ربي اني وصلت للحظه هذه وعشتها. البادي رانا عايشين في تونس حلال الله قدام ربي نرحموا على الدوله تونس رانا على طول احنا الحمد لله. وخيالنا في الحدود رسميين ما فاقدوا فينا الحمد لله. كان عن مريض كان على حاجه والحمد لله ولا تخصوا حاجه والله حاجه نلقى. انا سعيد جدا سعيد جدا اني تعرفت عليك. والله سعيد جدا. ان شاء الله معرفة خير كما قلت انت. ان شاء الله الله يبارك لك. والله الطيبه الحمد لله. الطيبه والاخويه تلقاها عند اهل الباديه بصراحه. الحمد لله. اني هني من اهل الباديه الحمد لله. بس من اهل الباديه في الاصل نتاعي، لكن احنا غيرنا الزمن بحكم تبدلت الدنيا تو صرنا نعيشوا في المدينه وواكبنا التكنولوجيا والعصر. لكن اني نحبهم اهل الباديه ونجيهم من 320 كيلومتر باش وصلت للمكان هذا. 320 كيلومتر في قلب الصحراء باش جيت للمكان هذا اني نصور معهم. الطيبه والاخلاق والمحبه تلقاها كان عند اهل الباديه. الحمد لله. والله مستورين عند الله. تشرفت جدا بمعرفتك وانا سعيد جدا والله. تعرف انا كي جيت انت شفت دوكاك جيت رايض في القيطون ودرنا كاس تاي ولا راهو الربيع سمح والحليب الشقوه حذانا والحمد لله. تو نقرب قدا القرعه نظهر غادي وهي لي نهارات بات عمايه حتى ليله والعمل ان شاء الله. والله بحول الله نعمل ان شاء الله انت والوليد وجه الربح ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يسوقكم ويحفظ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله مستورين ومحفوظين ربي يجعلكم القسم ان شاء الله يا ربي. وانت الله يبارك لك ان شاء الله ربي يوفقك. واني راهو شوف من اكثر متابعيني من الجزائر اخوتنا هذوكم. قال لي صفي قال لي شادك في الانترنت قال لي راهو العلاقي هذا يبقى الجزائر ديما معاه ويجوه ياسر جوني اخوه من الجزائر والله. خرج في الانترنت مصلي عندي هو غاري شوي. انت حكى لك ولدك على العلاق. ايوه وقلت واخيرا شفت العلاق. هذا هو تميت نسمع اللي ريتك يا شفتي. تميت سمعت بي جابك هالقضاء هذا. اي والله تميت نسمع اللي وصلت لي. الحمد لله والله.